السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في تمام الساعة 9 بتوقيت مصر، 7 بتوقيت المغرب. أسود الأطلس يضرب موعدا مع منتخب جنوب أفريقيا في نهائي كأس أفريقيا للشباب تحت 20 عام مصر 2025. كل التوفيق لأسود الأطلس، بإذن الله يرفعوا الكأس وهم اللي يكونوا بطل أفريقيا إن شاء الله تعالى بعد تغلبهم في نصف النهائي على منتخب مصر بنتيجة 1-0، وأيضا منتخب جنوب أفريقيا بعد تغلبهم على منتخب نيجيريا أيضا بنتيجة 1-0. مشوار الفريقين طوال البطولة: المنتخب المغربي في المباراة الأولى فاز على منتخب كينيا بنتيجة 3-2، ثم تعادل أمام منتخب نيجيريا بنتيجة 0-0، ثم فوز على المنتخب التونسي بنتيجة 3-1، ثم الصعود إلى ربع النهائي وفوز على منتخب سيراليون بنتيجة 1-0، ثم الصعود إلى كأس العالم رسميا ومقابلة المنتخب المصري منتخبنا المصري في نصف النهائي وفوز على أيضا بنتيجة 1-0 ليصعد إلى المباراة النهائية. منتخب المغرب سجل 8 أهداف طوال البطولة ودخل في مرماه 3 أهداف، فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة. منتخب نيجيريا في المباراة الأولى فاز على منتخب جنوب أفريقيا في المباراة الأولى هزيمة من منتخب مصر بنتيجة 1-0، ثم فوز على سيراليون بنتيجة 4-1، ثم فوز على منتخب زامبيا، ثم تعادل مع منتخب زامبيا 0-0، ثم فوز على منتخب تنزانيا. في مباراة ربع النهائي فوز على منتخب الكونغو بنتيجة 1-0، وصل إلى نصف النهائي وفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة أيضا 1-0. طبعا المنتخب المغربي يدخل هذه المباراة وبروح معنوية مرتفعة، والكل العالم العربي والجمهور العربي إن شاء الله خلف المنتخب المغربي، ونتمنى من الجمهور المصري الحبيب يكون متواجد في المدرجات ومتعباه عن آخرها، لأن المنتخب المغربي يستحق بجدارة الصعود للمباراة النهائية، ويستحق بجدارة اللي هو يرفع بطولة كأس أفريقيا للشباب إن شاء الله تعالى في مصر بإذن الله تعالى. كل التوفيق لأسود الأطلس، ونهنئهم بعد المباراة بحصول الكأس إن شاء الله. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.